يبدأ الانمي بتاعنا في معبد اسمه فيوجن. بنلاقي فيه راجل بيحكي لابنه عن قصة المعبد ده، ويقول إن المعبد ده بقاله 500 سنة موجود فيه رمح أسطوري بتاع إحدى صيادين اليوكاي. ملحوظة صديقي، اليوكاي اللي إحنا بنتحدث عليهم دلوقتي في الانمي ده مش بيتشافوا بالعين المجردة. وسط ما الراجل وهو بيتكلم بنلاقي ابنه قاعد يحش وبيزلط ومش سامعه وبيقول أنا عاوز أكل تاني. وبنعرف إن اسم الولد ده اسمه اوتاسكي، وده بطل الانمي بتاعنا. وبعدها بيضرب ابوه عشان هو ما كانش بيسمعه. هو تاسك بيقول له انت راجل بق، اقسم بالله، وكل شويه بتقول الكلمتين دول ولا في حاجه بتحصل. فبيضربه تاني على كلامه اللي قبل ده. احسن والله يا تاسك عشان تعرف تشتم ابوك كده. وبعديها بعد ما بيخلص ابوه ضرب فيه بيقول له ان هو رايح رحله وهيسافر كام يوم، فبيقول له خد بالك من المعبد عشان المعبد ده عاطيك والكلام ده كله. فبيقول له تاسك يا عم اقعد بقى يا عم، شوف انت رايح فين بقى، يلا امشي امشي يلا يلا. وقبل ما بيمشي الراجل بيقول له انضف المستودع عشان بقاله كتير ما انضفش. فبيقول له تاسك ماشي هروح انضفه. وبعد كده بينزل وتاسك عشان ينظف المستودع، وهو ماشي بيتكعبل على الارض فبيلاقي تحته باب سري فبيحاول يفتحه، ولكن اول لما بيفتحه بيتكسر الباب وبيقع تحت. واول لما بيقع بيشوف وحش ضخم قوي ومرعب بيقول له نورت حبيبي. فبيترعب وتاسكي جدا من اللي شافه، بيساله انت جيت هنا ازاي؟ فبيقول له ان انا بقالي 500 سنه محبوس هنا بسبب الرمح اللي في الرمح ده رمح الوحوش وبيقدر يهزم اي وحش على الاطلاق. وبيعرف تاسكي ان كلام ابوه طلع بجد ومش كذب، وان اللي قدامه ده وحش بجد ويوكاي. وبعديها بنلاقي الوحش بيقول له تاسكي حاول تشيل مني الرمح ده. فبيساله تاسكي هو انا لو شلته هتعمل ايه؟ فبيرد عليه بيقول له ده سؤال طبعا، اكيد هاكلك واكل كل اللي في القريه دي. فيقرر اوتاسكي يغرز الرمح اكتر ويسيبه ويمشي. وبعد كده بيروح المدرسه وبنلاقي صاحبته اونوي وصاحبته التانيه ناكامورا بيعدوا عليه عشان يروح المدرسه. وفي وسط هم رايحين المدرسه بتساله البنت ناكامورا عن الكراسه اللي اديتها له. فبنساو تاسكي العبيط في بيته، فبتقول له ان انا هعدي عليك بعد المدرسه عشان اخدها. وبعد ما بيروحوا تاسكي وهو وصاحبته ناكامورا واونوي بيخشوا الفصل، فبيقعدوا تاسكي يقعد يرسم الوحش اللي كان في المستودع بتاعه. فبنلاقي صحابه بيبصوا على الرسمه بتاعته وبيتنمروا عليه عشان رسمه كان جدا. وبعدها بعد ما بتخلص المدرسه بيروح وتاسكي وبنلاقي الباب بيخبط، وبنعرف ان اللي كان بيخبط عليه ده البت ناكامورا والبت اونوي عشان ياخدوا منه الكراسه. ولكن بيلاحظوا تاسكي ان في وحوش وراهم فبيحذرهم، ولكن اونوي وناكامورا بيبصوا وراهم مش بيلاقوا حاجه. فبيترعب الواد وتاسكو بينزل تحت المستودع عشان يسأل الوحش عن اللي شافه. فبيقول له انت عملت ايه في عيني؟ فبيضحك الوحش وبيقول له ان انت السبب اللي خليتهم يجوا هنا، عشان بعد ما فتحت المستودع هالة القوية طلعت وجذبت كل الوحوش اللي هنا، والوحوش دي هتكبر هتكبر وهتاكل كل اللي في القرية. وبيقول له انا هقدر اساعدك واهزم الوحوش دي، بس ساعدني ان انت تشيل الرمح من دراعي. فبيوافق وتاسكي ان هو يشيل الرمح من على دراع الوحش. فاول لما بيشيله بيضربه الوحش. فبيقول له تاسكي مش انت اتفقت ان انت هتساعدني؟ فبيقول له الوحش ده عندها، عارف عندها، ده عندها. فبيمسك اوتاسكي الرمح بيتحول لهالة قوية جدا لدرجة ان هو بيلعب الوحش فبيخاف وبيهرب، لكن اوتاسكي بيجري وراه وبيحاول يضربه لغاية لما الوحش اترعب واستسلم وخلاه يعمل اللي هو عاوزه. فبيتحد تاسكي هو والوحش عشان يهزموا الوحوش اللي في بيته. وبعد ما بيهزموا بيرجع تاسكي لحالته الطبيعية وبيقول للوحش هو تاسكي ان هو خلاص كده وفى بوعده فهيمشي، ولكن وتاسكي بيرفع عليه الرمح وبيقول له ان انت مش هتمشي لحظات لما تهزم الوحوش اللي جت بسببك. وبعد اللي حصل ده وتاسكي قرر يسمي الوحش ده توارا. وبمناسبه صديقه توارا دي معناها بالياباني النمر. وهما ماشيين كان كل واحد مستني غلطه من الطرف التاني عشان يا اما ياكله او يهزمه. بالليل بنشوف شاحنة فيها تمثال ساموراي، وعلى ذكر الساموراي بنلاقي توارا بيشوف ساموراي داخل عليه، ولكن قبل ما يخش عليه بيضربه بمخالبه. بيطلع اللي ضربه ده هو التلفزيون بتاع اوتاسكي، فغضب جدا جدا اوتاسكي من توارا. فقعد اوتاسكي يلعب في سلسفين ابوه. فبيقعد اوتاسكي يفهم توارا ان ده التلفزيون ومش حاجه حقيقيه. وبعدها بنلاقي اوتاسكي وهو رايح المدرسه وكان فوق على ظهره توارا. فتوارا بيقول له ان كل شويه هو عاوز ياكله عشان كل شويه بيكون احلى واحلى. فبنلاقي اوتاسكي بيقعد يشتمه ويلعن فيه عشان هو سبب في تبويظ التلفزيون بتاعه. فبنلاقي اصحابه بيتفرجوا عليه وهو بيكلم نفسه وبيفتكروه مجنون. فبيبص اوتاسكي فوق فبيلاقي كوره جايه عليه، ولكن توارا بيمسكها ويقطعها. اوتاسكي بيقول له توارا ما تعملش كده تاني عشان ما يصيرش الجدل. فتوارا بيقول له انا اصلا عاوز احمي نفسي عشان الكوره دي ما تجيش عليا. بيقول له برضه لولا الرمح اللي انت ماسكه ده كان اقسم بالله كنت زماني فشختك وجات لك عملتك شاورما يا ابني. ولكن بيضربه اوتاسكي بالرمح. بنلاقي صحاب اوتاسكي علشان يلعب معاهم. بيلاقي اوتاسكي بيقول لهم ان انا ما يهمنيش الكوره يهمني الفن وانا بحب ارسم. ولكن صحابه بيضحكوا عليه عشان رسمه مقرف جدا. انتوا عارفين طبعا رسمه اول لما رسم الوحش كان رسمه جدا جدا مقرف. وفي نفس الوقت نشوف ناكامورا وانوم رايحين على اوتاسكي وبيقولوا اوتاسكي ان احنا الاثنين حلمنا نفس الحلم، انا وتاكامورا. والحلم كان اللي انتوا عارفينه اول لما الوحوش هجموا عليه هم. فبيقولوا تاسكي ان هم اغبياء، الحلم اللي حلموا بيه ده كان حقيقه فعلا. فبتسمع ناكامورا الشتيمه وبيزعلوا تقول احنا مش اغبياء يالا، سمعت يالا احنا مش اغبياء يالا. وفي نفس الوقت بنلاقي توارا وهو بيقول ان ناكامورا وانوي مهمين ليك جدا فبيضرب تاسكي زي العبيط. قبل شويه بنلاقي البنات وهم رايحين على مكان مرعب ومظلم جدا، فالبنات بتخافوا
ولكن ناكامورا بتهديهم وبتقول لهم ما تخافوش، وتيجي يونوي وتقول لها انت ليه مش عاوزه تصاحبي الواد وتاسكي؟ فبتتكسف البت وبتقول انا مش قاعد بيزيتوا في السيطه وافتكروا ان ناكامورا بتحب وتاسكي. فبيروحوا البنات على التمثال الساموراي وبيقربوا منه وفجاه عيونه بتنور حمراء، ونروح لمكان اللي فيه وتاسكي وكان معاه توارا وهم قاعدين في حصه التاريخ. بالله توارا منسجم جدا مع حصه التاريخ، فبيسالوا تاسكي انت ليه منسجم كده مع الحصه؟ فبيقول له توارا ان تاريخ الانسان مذهل وكان عاوز يعرف ايه اللي حصل في 500 سنه اللي اتحبس فيهم. فبيلاقوا تاسكي ان الرمح بيزن على ودانه، فبيقوم عشان يشوف فيه ايه، فبيدرك ان الرمح عاوز يقول له حاجه، فبيطلع من الحصه بينزل على السلالم بيلاقي بنت نصها متحجر والتاني لا، فبتقول البنت على مكان البنات الباقيين قبل ما يتحجروا. فبيوصلوا تاسكي المكان ولكن للاسف مش بيلحقوا ومش بيلاقوا موجودين، وبعدها بشويه بيلاقوا المكان عشان يحققوا فيه. ويسألوا تاسكي توارا عن ايه السبب اللي خلاهم يختفوا، فيرفض توارا انه يتكلم وبيقول ان هو عمره ما هيساعد انسان في حياته. ولكن تاسكي بيخرج الرمح بتاعه بيظهر قوته، ولكن بيحاول توارا المقاومه ولكن بيفشل بسبب قوه الرمح وقوه وتاسكي. فبيبقى توارا العرض انه يساعد وتاسكي، فبيقول له ان ده بسبب اكلي الحجار وانهم كانوا بيعيشوا في الكتب القديمه، كتب ان هم بيسحبوا البشري لعالمهم ويحولوهم لاحجار بعد كده بياكلوهم. وبنلاقي ان شوتا بيدوروا في المكان اللي كان فيه البنات اللي اختفوا، وبنسمع صوت زعيق ناكامورا ولكن الشرطه مش بتسمع، البنات محبوسين في جدار غير مرئي وبيحاولوا يطلبوا المساعده من الشرطه ولكن الشرطه للاسف مش بتسمعهم. وبنلاقي ان كل البنات اتحجروا ما عدا ناكامورا، فبتخاف ناكامورا ولكن بتتشجع عشان اتذكرت موقف مع وتاسكي وهو بيشجعه بيقول لها انا معاكي في كل وقت، وبتتشجع ناكامورا وبنشوف الوحش اللي هو حجر البنات بيرمي عليها تعابين محجره، فبتتحول على طول ناكامورا للحجر. وقبل ما تتحول للحجر بتقول للوحش ان هي مش هتخسر وهي مش خايفه يا اهبل. فعلا ناكامورا قالت لوحش اهبل مش انا اللي جبتها من دماغها فعلا يعني. فبنلاقي وتاسكي رايح لمكان اختفوا فيه البنات، فبيسأل وتاسكي توارا ازاي يخترق الجدار غير مرئي، فقال له لازم تلوح بالرمح بتاعك القوي، وفعلا بيدي ضربه للجدار وبيكسره. أول لما بيدخل بيلاقي ساموراي فبيهاجم عليه وتاسكي، ولكن توارا بيقول له ان ده مش اكل الحجر ولكن ده من جنوده، فتوارا بتصدم ان هو ساعد انسان، ولكن الساموراي بياخد فرصه وبينتزع الرمح من ايده تاسكي. هو تاسكي بيفقد قوته ولا الساموراي الحجري بيمسك في تاسكي بيقول له انت تتحجر وهاكلك زي البنات دول. وبنلاقي ان الجدار بيقفل، يخلع توارا قبل ما الجدار يقفل، فبيحاول تاسكي بقدر المستطاع ان هو يمسك الرمح ولكن بيفشل. فبينادي تاسكي توارا ويقول له عاوز منك مساعده، فطبعا توارا يرفض، ولكن تاسكي بيقول له انا مش عاوز منك حاجه اصلا ولكن انا عاوزك تشيل بنات المتحجرين من هنا عشان ما يدوزوش. لا جنت انت يا تاسكي انت. وبنلاقي ان جسم وتاسكي بدا ان هو يتحجر، فبيتعجب توارا ان وتاسكي طلب منه مساعده، هو نفسه وتاسكي اللي كان بيضربه بالرمح. فبيحس توارا بشعور حلو ان في بشر يعني ماسك رمح كده يعني وايه، انت فاهم قصدي يعني بقى ايه عزيز المشاهد صح؟ ففعلا توارا بيخرج كل البنات ويقول له تاسكي ان دي اول واخر مره اساعدك فيها، فبيحاول الساموراي المتحجر ان هو يمسك توارا ولكن بيفشل. بيقول توارا لتاسكي ان هو يحاول قدر الامكان ان هو يهرب من هنا، ولكن بيلاقي توارا ان جسمه تاسكي خلاص حجر، وبيقول ان هو مش هيقدر يهرب علشان هو خلاص بقى حجر. فتوارا بيقول له ان دي نتائج مساعده الناس، وبيقول برضه ان لازم عن البشر يقدروا حياتهم لان الحياه فوق كل شيء. فبنلاقي تاسكي بيقول له انت مش فاهم حاجه اسكت انت، فبنلاقي تاسكي بيقول خلاص بقى معلش مش هتعرف تاكلني عشان اتحجرت. وبنلاقي تاسكي هو بيقول له ساموراي لو كلتني اعمل لك عصر هضم صدقني، ولسه الساموراي بيستعد عشان ياكله. بنلاقي توارا بيمنع البوابه ان هي تتقفل، فبنلاقي الساموراي بيهاجم توارا التعابين بتاعته المتحجره. فبنلاقي تاسكي هو بيقول ان هو محتاج رمح وحوش بقدر الامكان، فبنلاقي تاسكي بيستنى تسليك الكاتب، وبنلاقي ان الرمح جاي عليه وبيكسر الحجر اللي على جسمه، بيتحرر تاسكي من الحجر. وبنلاقي برضه ان الرمح راح عند توارا عشان يساعده بعد ما خلق البوابه. فبنلاقي ان توارا بيجمع كل قوته الهائله الكهربائيه وبيفقعها في الساموراي. بنلاقي انفجار كبير وضخم مترصع بالصواعق بيدمر البيت، فبتصدم الشرطه من اللي لقوه. فبنلاقي تاسكي وتوارا طالعين من البيت ده، فبنلاقي الساموراي اتحول لحشره اسمها 44 فبتهاجم وحوش اللي هم 44 على تاسكي وتوارا. وبنلاقي توارا بيقول له عشان تهزم 44 ديت لازم تهزمها بلعابك. ايه ده؟ لعاب؟ ايه القرف ده يا جماعه؟ ايوه. بنلاقي توارا بيقول لازم تحط اللعاب ده في الرمح بتاعك وتغرسه في عين 44 الشمال عشان عين 44 تبقى ضعيفه. بيقول له توارا لوتاسكي عد الجمال ما تنساهاش، وفعلا بنلاقي وتاسكي بيعمل الحركه المقززه بتاعته وبيغرز الرمح في عين الشمال بتاعت 44 باللعب بتاعه. لكن ما القرف ده يا جماعه ده. وبعد ما يتهزم الساموراي اللي هو 44 بترجع البنات لشكلها الطبيعي وبيتشال منها التحجر. وبعدها بالليل بنلاقي الاعلام مش مصدقين اللي شافوا بعينهم الاحداث اللي حصلت في البيت اللي كان فيه الصمد كده. بنلاقي توارا
هو فرحان ان هو طلع على التلفزيون، وبنيجي المشهد تاني وهو وتاسكي كان نايم جنبه بيفكر في اللي عمله طوارئ عشان ينقذه. ده بيقوم بالله شخص بيحكي ان زمان كان في وحش مرعب، هو كان بيستخدم قوته الصاعقه الكهربائيه في تدمير البيوت، وكان بياكل كل حاجه، اطفال كبار صغيرين، لغايه لما جه واحد عابر سبيل كان معاه رمح اسطوري، حارب بالوحش ده لمده 5 ايام، وفي الاخر هزمه بتثبيته بالرمح الوحوش وحبسه في صخرة. وبعد كده بنوا الناس على الصخرة ديت معبد، وبقى المحارب ده رئيس المعبد اللي اتبنى عليه الصخرة. وبعديها بنعرف اللي كان بيحكي القصة ده كان أبو أوتاسكي، وبنعرف إن هو رجع من الرحلة، ولكن أنتوا عارفين أوتاسكي اللهبل أول لما بيسمع كلام أبوه بيقعد ياكل وبيصدق وبيقول له أنا عاوز تاني، فبيضرب أبوه بيزعق وبيقول لي إيه وأنت بتقول إيه يا ابني، اسمع يا ابني القصص يا ابني، اقسم بالله القصه دي حقيقه يا تاسكي يا هبل. فبيضحك تاسكي بسره وبيقول الحمد لله، مش عارف ان انا خدت الرمح الحمد لله يعني. فبيقوم تاسكي عشان يمشي، فبيلاحظ ابوه الرمح، فبيقول له اوعى يكون ده الرمح اللي في بالي، فتاسكي بيقول له عيب عليك مش هو الرمح طبعا، فتوارا بيقول له انت كداب عليه. فبيروح ابوه بسرعه المصاب ده عشان يتاكد من كلامه تاسكي، ولكن بيلاقي ان الرمح مفقود والوحش مفقود، فيا عيني بيتصدم من اللي شافه. وبعدين بيروح لوتاسكي هو وناكامورا ونويو، كانوا رايحين لمتحف بتاع رسوم وفن، وتاسكي بكل اللوح وخصيصا لوح الفنان اللي كان اسمه هانيو، وبيشوف وتاسكي اخر لوحه واللي كان فيها رسمه لبنته وكانت حزينه جدا، فبتبص ناكامورا على اللوحه بتقول انا شفت البت دي قبل كده، ولكن بعدها بيمشوا، ولكن بيقف توارا وبتأمل اللوحه وبيشوفها وبيقول ان اللي رسم اللوحه دي كان بيكره البشر وفي الاخر اتحول لوحش. وبعديها بيروح لوتاسكي وبنلاقيه رايح المدرسه وهو بيجري بيكعبله طالب، الطالب ده كان اكبر منه، فبقوم الطالب ده وعاوز يضربه فبيضربوا بعض، فبتيجي بنته وبتقول له اضربني انا يمشي، انت هتقتلني برضه مش هيفرق ومش مهم بالنسبه لي. وبنعرف ان البنت دي اسمها راكيو، وهي كانت نفسها تموت وكانت حاولت تنتحر اكتر من مره، فبيبص تاسكي على البت راكيو وبيعرف ان هي نفس البت اللي كانت في الرسمه بتاعه الفنان هانيو، وبيفرح وتسكي جدا اول لما عرف ان بنت هانيو موجوده في المدرسه بتاعته بيبقى مبسوط. وبعديها بعد ما بيخلص مدرسه بيمشي وراها بيقول ان هو من معجبين ابوها ورسوماته، فبتقول له اي نعم ان ابويا كان رسام محترف ولكن مات، فابعد عني عشان صدقني ممكن تموت. فبيطنش وتسكي كلامها وبيقول ان هو يمشي وراها كده كده، فاول لما بيمشي وراها بالله عربيه كانت عاوزه تخبطه، ولكن تسكي بيمسك الرمح وبيقسم العربيه نصين، وبيطلع من العربيه دي روح شريره كانت عاوزه تقتل الواد وتسكي. وبعديها بنلاقي بيت مهجور ومظلم قوي، بنلاقي فيها البت راكيو واقفه قدام اللوحه بتاعتها وبتقول انا جايه لك يا بابا. في نفس الوقت بنلاقي الواد وتسكي رايح للبت ناكامورا عشان يسالها عن البت راكيو، وبتقول ان البت رايكو كانت في المدرسه بتاعتها وجت وهي عندها 7 سنين، كانت وحيده وكان اي واحد يقرب منها كان بيموت، ولكن انا صاحبتها وخليتها تضحك ومبسوطه. في يوم من الايام سابتني ومشيت ما بقتش بتكلمني، فحاولت اروح لها ومشيت وراها فكانت بتقول لي بعيد عن ممكن اموتك، وفعلا بتنزل من السماء حاجه شبه المقص كانت هتموت البت ناكامورا، ولكن البت راكو بتحميها فبتعيط لا انا اسفه جدا ان كل ده بسببي، ومشيت ومن ساعتها ما شفتهاش. فبتقول البت ناكامورا خلاص كده انت لسه نفسك برضه بتقابلها، فبيقول لها اوتاسكي انا ما بخافش من حد، انا اسمي اوتاسكي باروما. وبعديها وهو ماشي بالليل بنلاقي الواد اللي كان ضربه وقفه بيقول له مالكش دعوه بالبت رايكو، فبيقول له انت اللي مالكش، يقعد يضربها بعد لغايه لما الاتنين تعبوا بيقعوا على الارض. بيقرر الطالب ده انه يحكي قصته مع البت رايكو، وبيقول ان هو كان صديق عزيز عليها، وفي يوم من الايام راح لها البيت لقى ابوها كان شكله مرعب جدا وكان بيتحول لوحش، وكان بعدها بكام يوم سمع ان هو مات. وفي نفس الوقت بالله في البيت المهجور ده بالله لوحه ملعونه بتتكلم بتقول ان هي مش هتخلي اي حد يلمس تفتوفه من البت رايكو. وبعدها صبح في المدرسه بالله البت رايكو كانت قاعده بعيد عن الطلاب، فتذكر راحة بيقول لها تعالي معايا، فبتقول له لا ابعد عني عشان ما موتكش، ولكن بعد الحاح بتقرر ان هي تيجي معاه، ولكن اول لما بتيجي معاه بيحصل اعصار كبير وكان في الواد وتاسكي، تطلع منه ايد وتضرب ظهر الواد وتاسكي فبيقع على الارض، ويطلع ان ضربه ده كان ابو رايكو اللي هو الوحش لسه هيخلص عليه عشان هياكله. بنلاقي ايده اتقطعت واللي قطع الايد ده كان توارا، وبيقول له توارا انا الوحيد اللي هاكل الواد وتاسكي ده، سمعت يالا انا الوحيد. فبيجمع الواد توارا سواعد كبيره وبيضربها على الوحش اللي هو ابو رايكو، بعد كده الوحش بيهرب. فيعيني من الصدمة البت راكو بتعيط وبتقول للواد وتسكي أنا آسفة، فيحل الموضوع ده بأسرع وقت ممكن. فبيحاول وتسكي بعد ما سمع الكلام ده يمشي وراها، وبعد ما يمشي وراها بيلاقي البت راكو بتحاول تنتحر عشان تخلص من موضوع أبوها ده، وهي لسه بتقع بيرمي وتسكي الرمح علشان يمنعها من الوقوع على الأرض، فبيطلع الواد وتاسكي والطالب عشان ينقذوها قبل ما تقع، ولكن قبل ما تقع بنلاقي إن أبوها بيقول لها حاولي تموتي عشان تبقى معايا أنا بحبك وعاوزك فموت يلا عشان تبقى معايا، ولكن وتاسكي بيرد عليه وبيقول له إن أنت ما بقيتيش وحيدة يا بنت، تبقى معاك أصحاب، ما تبقيش كئيبة كده بقى وتضحكي بقى يلعن المهم. بعدها وتاسكي بيقول له إن القرار ليكي يا رايكو، فبتختار رايكو إن هي تعيش
حياة سعيدة مع أصدقائها، فبيغضب أبوها وبيعتبرها خانته، وبنلاقي إن الوحش بياخد رايكو عشان يحبسها معاه في اللوحة، ولكن بيروح وراه وتاسكي عشان يقتله، ولكن بيفشل، فبياخده هو كمان في اللوحة، ولكن بينقذ توارا وتاسكي في آخر لحظة، وبيقول له عشان تهزم الوحش ده لازم تغرز الرمح فيه وهو جوه اللوحة. فاهمني أنت عزيزي المشاهد؟ فبيستعد تاسكي علشان يغرز الرمح في اللوحة، ولسه بيغرزها بتاخد الضربة البت رايكو، ولكن بنلاقي الرمح بيعدي من جسمها، وبنعرف إن الرمح ده بيأذي الوحوش فقط مش الإنسان. عمل الواد وتاسكي غرز الرمح في الصورة، وفعلا بيغرزها وبيهزم الوحش، وبعد ما بيهزم الوحش الصورة بتنور وبيطلع منها أبوها اللي هو طيب، بيقول لها ابتسمي وما تزعليش تاني، وفعلا بتبتسم. وبعدها بنلاقي إن الصورة بتاعت البت رايكو بدل ما كانت حزينة بقت سعيدة. وبعد كده بنروح لمكان تاني، بنلاقي فيه مهندسين عاوزين يشيلوا صخرة، ولكن بيجي راجل عجوز وبيقول لهم ما ينفعش تشيلوا الصخرة ديت عشان لو شلتوها تبقى خطر عليكم وعلينا. ولكن المهندسين مش بيسمعوا كلامه، بيعملوا اللي في دماغهم وبيشيلوا الصخرة، ولكن أول لما بيشيلوا الصخرة بيلاقوا صناديق مثقوبة، فبيستغربوا المهندسين من اللي شافوه، ولكن بيطلع من الصناديق دي أرواح شريرة وبتقتل وبتاكل كل المهندسين اللي في المكان. وبعد كده بنروح للبيت بتاع تاسكي، وبيلبي نداء الطبيعة. عادة يا جماعة، هو مش إنسان لازم يعمل بيبي زي البشر، هو برضك مش انمي، برضك في بشر برضك وبيعملوا بيبي زي عادي عادي يعني، ماشيها بقى يا عزيزي المشاهد. ولكن في وسطه بينزلها، بيدخل عليه طوارة عشان ياكله، ولكن بيمنعه الواد وتاسكي، وبيقول له هل انت عبيد؟ هل انت عبيد؟ يعني كلني في اي حته، يعني لازم تاكلني يعني في الحمام، يعني كل وانا نايم، يعني موتة وحشه قبل لما تتاكل في الحمام. وبعد ما يطلع الواد وتاسكي من الحمام بنلاقي التلفزيون بتاعه بيتكلم عن خبر المهندسين اللي ماتوا، وبيقولوا فيها انهم لقوا جثث المهندسين اجزاء منها مرميه في كل حته، ومنهم اللي اتاكل خالص. وبنلاقي الواد وتاسكي بيروح لطوارة عشان بيفتكروا ان هو سبب الحادثه، ولكن طوارة بيحلف له 100 يمين و100 عظيم ان هو مش اللي عملها، ويقول عليا الطلاق ما انا عملتها، اقسم بالله والله والانجيل ما عملتها يا عم. ولكن وتاسكي اللابل ما بيصدقش كلامه، فبتقمص طوارة وبيمشي من البيت بتاع وتاسكي، وبيقول له تبا لك هشوف حد غيرك واكله، يلا غور في داهيه. فبيروح طوارئ للمدينه وبيتكلم نفسه، بيقول ان هو بقى له 500 سنه ما كلش، وعايز يقول كده كده جسم حلو كده فانتاستيك كده، وهو بقى ياكله بقى ويخربها بقى. ولكن اول لما بيروح بيستغرب مشاكل المدينه واللي فيها. طبعا يا طوارئ، ما انت بقى لها 500 سنه، 5 قرون، يعني ناس ماتت وناس عاشت، وفي اختراع جديد اسمه التليجراف وحاجات انت مش عارف. بص هتشوف دلوقتي هتشوف. وبنروح للمحل بتاعت البت ناكامورا، وبنشوفها وهي بتتصل على البت اينوي، وبتقول لها ان هي مش هتقدر تروح معاها المشوار علشان ابوها. فاينوي بتقول لها عادي، انا كده كده اصلا ما بفهمش في الخروجات بتاعت البنات ديت اصلا، واستغفر الله العظيم يعني. وبتقفل السكه البت اينوي، وبعد كده بتكلم نفسها وبتقول ان كده كده اصلا الوقت بدري، فبتورج مع نفسها بنت المجنونه، وبتروح لمحل بتاع اكسسوارات عشان تشارك نفسها يعني. وبيروح للمكان الحادثه، بنلاقي العجوز اللي هو كان بيحذر المهندسين قبل ما يروحوا لله، وبيقول للشرطه اللي موجودين ان دي اسطوره، واللي كان المهندسين دول ارواح شريره، وصدقني ان الارواح الشريره دي حقيقيه وموجوده واسم الارواح دي غامين. وبعدها بالله العجوز بيطلع الكتاب اللي فيه الاسطوره للشرطه عشان يصدقوه، ولكن برضه للاسف الشرطه مش بتصدقه. بنلاقي مين بقى في وسط الحادثه ديت؟ برافو عليك عزيزي المشاهد، ايوه القصه اللي اسمه تاسكي. وبالله ان الشرطه بتضحك عليه وبترمي له الكتاب، وبيقولوا له ان انت شكلك راجل بتخرف، فبيوطي الواد اوتاسك عشان يجيب الكتاب، وبيشوف صوره ست، وبتطلع ان الست دي شبه البت يونوي كوبي بيست، يعني بص، يعني بص كانه شايف كده بابجي وهو عارف فري فاير، فاهمني؟ عامله زي كده بالظبط. فبيخلي الواد وتاسك العجوز يحكي له القصه، والقصه بتقول ان الارواح الشريره ديت او الغاميين ختمتهم واحده اسمها، ركز معايا بقى على الاسم ده بقى يا صديقي بقى، اسمها ميكادو. تمام، اسمها ميكادو. ميكادو دي اللي هي شبه البت ينوي. تمام. ختمتهم باستعمال حاجه اسمها الحجر الاسود. والعجوز بيقول له تاسكي ان البت اللي اسمها ميكادو ان هي كان شكلها بنت بطل يعني، او جميله بمعنى اصح، وقدرت ان هي تختم الارواح الشريره ديت اللي كانت بترعب القريه كلها. وبيطلع ان الحاجه القصه دي جد راجل العجوز يعني، فاهم انت؟ جد راجل العجوز. وبنروح للمدينه بنلاقي ان الارواح دي منتشره في المدينه، وبيقعدوا ياكلوا كل البشر اللي فيها ويهاجموه، كل السكان وبياكلوه علشان هم بيدوروا على البت ماكيدو. انتوا بتدوروا على ايه يا ارواح يا بت على وليه بقى لها اكتر من كام سنه، بكام سنه إيه؟ من كام عقد زمانها ماتت واتحللت. ما انت انمي غريب والله، مش عارف يعني اللي كتب الانمي ده فكر ازاي. ماشي. وبيروح للواد اوتاسكي وهو بيسال الراجل العجوز وبيقول له تخيل كده معانا يا عم العجوز لو الأروحة الشريرة ديت لقت الست اللي في الصورة. ويجاوب العجوز وبيقول بسيطة، هيعمل بس منها شاورما. فبتصدم الواد اوتاسكي ان تش. سيبك من الواد اوتاسكي، نروح للواد ورا اللي احنا نسيناه في الحلقة أصلا، وبنشوف أصلا مش متأقلم مع الحياة بتاعت المدينة، علشان المدينة يعني حديثة، يعني هو مش عارف أي حاجة فيها. أنت عارف بقى الراجل بقاله 500 سنة يعني قديم عن الدنيا. فبيحاول الواد ورا
يكافح في المدينة عشان لقمة عيشه، وبيلاقي طفل فعاوز ياكله، بيجري عليه زي اللهبل ولكن بيتخبط. يطلع بيتخبط بايه؟ بزجاج. الزجاج ده اللي انت عارفه، اللي هو لوح الزجاج ده. فبيبص للطفل الزجاج وبيلاقي طوارة، فبيعيط عشان هو لقى وحش. فطوارة ده وحش. ملحوظة يا صديقي، الأطفال بيشوفوا الكواكب أو الوحوش لكن الكبار مش بيشوفوه. فطوارة بيسيب الطفل وبيروح للشوارع عشان يهاجم على الناس، ولكن مش بيقدر علشان ريحتهم اللي هي البرفانات. يعني ملحوظة يا صاحبي، طوارة بيضعف قدام روائح البرفانات والكولونيا عشان هو وحش نتن الصراحة وريحته وحشة. وبنروح للبيت يونوي وهي بتشتري أكل من مطعم، وبتطلب حاجة اسمها بعد الشر عليك يعني يا صديقي اسمه برجر. وبنلاقي إن في الشنطة بتاعتها تليفون بيرن، ويطلع اللي بيرن عليها ده الواد أوتاسكي علشان يحذرها من أرواح الشر. ولكن بيطلع ان البت اينوي عامله تليفونها صامت. فبيجي وتاسك يتصل بالبت ناكامورا وبيقول لها فين البت اينوي. فبترد عليه البت ناكامورا وبتقول له هي مش عارفه هي راحت فين اصلا. فهو بيقفل للواد اوتاسكي السكه في وشها. وبنعرف ان العجوز عنده عربيه وبيبحث فيها هو والواد اوتاسكي عن البت اينوي عشان ينقذوها. ويروح للواد ورا تاني وهو بيموت في المدينة عشان هو ملقاش حاجة ياكلها بسبب الناس اللي وصلت له من اكسسوارات وبرفانات وتليفونات وسماعات وايفونات والحاجات اللي انت عارفها دي احنا بنلبسها يعني في الشارع. فبيبص في شماله بيلاقي البت ينوي العسل الجامدة طالعة من غير ولا اكسسوارات ولا أي حاجة. يعني بص، ملاك. فبيموت عشان ياكلها. طبعا صف النية صاحبي وعاوز ياكلها عشان هي معلهاش اكسسوارات ولا الحاجات تمام. فهي صف النية. وقبل ما ياكلها بيحس طارق إن في وحش تاني في المكان ده، أو وحوش بمعنى أصح في المكان ده غيره. بيروح للأرواح الشريرة وهي بتحاول تدور على الست اللي اسمها ميكادو. بيبصوا تحت بيلاقوا البت يونوي، وانتوا عارفين بقى ان يونوي شبه البت اللي اسمها ميكادو. فبيهجموا الأرواح الشريرة عليها، ولكن قبل ما يهجم عليها بيلاقي رمح الواد وتاسكي بيمنعهم ان هم ياكلوا البت يونوي. فبيقولوا تاسكي للبت يونوي اهربي من هنا وبعدي عشان في درمغه هتحصل دلوقتي يا بت. فبتهاجم الأرواح على الواد وتاسكي ولكن مش بيعرفوا يقعدوا ولا يأذوه عشان قوة الرمح وقوة وتاسكي. وبنلاقي برضه ان الوحوش الشريره سايبه الواد وتاسكي وراح للبت يونوي. وبنلاقي برضه يونوي بتحاول تجري باقصى قوه عندها، بتروح للمصعد. وبعديها بنلاقي الواد طوارا وهو متضايق عشان في وحوش تانية غيره بيحاولوا ياكلوا البت يونوي. فبيروح طوارا ورا الوحوش ديت تستريح كده. يونوي بقى اول لما راحت بقى للمصعد لا ازاي فين السسبنس. فبنلاقي ان الاسانسير ده او المصعد وراه ازاز شفاف فبيطلع منه الوحوش الشريره وبيهاجموا كل اللي في الاسانسير. يلا ها. فبيبوظوا الاسانسير ووقعوه. وبتقع منها البت يونوي وهو خلاص هتقع على الارض خلاص. بيجي ينقذها الواد طوارا. طبعا انتوا عارفين ليه طوارا انقذها يعني مش محتاج اشرح. وبنلاقي ان الارواح الشريره بتقول للواد طوارا ان هو يستلم البت يونوي والمكان كله محاصر. لا بهزر يا صاحبي ما قالوش كده. ولكن طوارا مش بيسمع كلامهم. قام طوارا مفعص واحد منهم. يلا ها. ولكن الارواح الشريره الهبله اللي ما عندهمش ضمير ولا رحمه بيطنشوا الولد اللي اتفعص وبيجروا ورا البت يونوي والواد طوارا. ولكن طوارا برضه بيمنعهم. ولكن واحد من الارواح الشريره ديت بتثبت الواد طوارا ومش بيخلوه يتحرك. وبعديها بنلاقي الروح الشريره بتقول لاخواتها ان هم يروحوا ورا البت يونوي وهو يتصرف في الموضوع بتاع الواد طوارا. ولكن طوارا الجبار مش بيهمه الكلام ده، بياكل نص وش الروح الشريره ديت. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي ان الروح الشريره مسكت البت يونوي وبيقولوا له ان احنا هناكلك اللي اسمك ميكادو. هو بتستغرب البنت اينوي بتقول لهم يا ده سوء تفاهم، انا مش البنت ميكادو انا بنت اسمها اينوي. ولكن مش بيسمعوا كلامها ويغضوها ويعوروها عشان يتلذذوا باكلها. والله انتوا وحوش مقرفه يعني بتقعدوها بتعوروها عشان تلذذوا باكلها. ولكن بيتدخل الواد طوارا الجامد اللي قادر مفيش منه اتنين بقصه اخوه من الروح الشريره عشان طوارا هزمه. بالله طوارا بيقول للوحوش الشريره ان هم كده وسخوا الاكل بتاعه بالتراب والتعوير حتى انت برضه يا طوارا. ولكن بتهاجم عليه كل الأرواح الشريرة وبتثبت الواد طوارة. وفعلا بتثبته. ولكن طوارة بيفعل قوة كبيرة من الساق الكهربائية وتحرقهم كلكم. ولكن بينجي منهم وحش واحد فبيحاول محاولة أخيرة عشان يهزم طوارة وياكل البت يونوي. ولكن بنلاقي إن راسه انفجرت وده بسبب الرمح بتاع الواد وتاسكي. يا لهوي وتاسكي احنا بقالنا كتير ما شفناهوش يعني ده ظهر في آخر الحلقات. طيب وبعد ما تتهزم كل الوحوش بيزعل طوارة المسكين عشان ما اكلش أي حاجة. يا كبد أمك. وبنلاقي البت يونوي الجميلة الطيبة بتدي للواد توارا حاجه اسمها بدل بعيد عنك يا صاحبي برجر. وبتقول له ان هو ياكلها. ولكن توارا بيقول لها ان هو عايز اكلك انت. ولكن ان هو بتقول له كلها بس هتشبعك واحسن مني كمان يعني. دي بيروح لمكان بعيد بعيد قوي جدا وهي الصين وتحديدا في مكان اسمه هونج كونج. وبنلاقي اتنين مجرمين بيكلموا شخص والشخص ده بيقول لهم ان اي نعم الاراضي ما فيهاش قوانين لكن لازم يكون فيها نظام. ولكن انتوا قتلتوا كتير من الناس والزعيم بتاعكم عاوز مجرمين ومش وحوش. ولكن يسمعوا كلامه يبقوا عاوزين يقتلوه. ولكن الشخص الغريب ده بيمنعهم ان هم يقتلوه. وبيقول لاحدى المجرمين ان الشخص ده اسمه هو مش هنقدر نهزمه. ولكن الشخص التاني الغبي بيتهور وبيبقى عايز يقتله. ولكن هو بيبقى بيحط عليه ورقة. الورقة دي فيها سحر وبتنور على دماغه وبتحوله شكل الحقيقي اللي هو وحش. وبالفعل بعد تقنية الورقة اللي اسمها كي وبيقدر يهزم الوحش. أما المجرم التاني ساب صاحبه كان بيهرب وقبل ما بيهرب بيمسكه هو. ويلاحظ هو إن في دم جنب المجرم ده
فبيسأله هو انت اكلت طفلة؟ فبيقول له المجرم وفي حد بيكترث للأطفال، فبيقتله هو بسرعة وفي نفس التقنية اللي اسمها كين. وبعد ما بيهزمهم بنلاقي هو بيكلم نفسه وبيقول إن مرت 15 سنة على الحادثة اللي سبب في الندبة اللي على وشي. وهو بيمشي بعد ما حصل اللي حصل بيلاقي التلفزيون شغال وبيلاقي فيه الواد اوتاسكي وتوارا ساعة لما انقذوا البنات من الساموراي الحجري. انت فاكر يا صديقي؟ وبنلاقي ان هو عينه بتلمع علشان شاف توارا، فبيقرر ان هو يروح اليابان عشان ينتقم منه. ايه قصص الانتقام بتاعته من توارا وايه حكايتها هنعرف قدام. وبنروح لبيت اوتاسكي وبنلاقي اوتاسكي كان رايح بالنوم وكان بيشخر، ولكن بنلاقي ان الرمح بتاعه بيزن على ودانه عشان يحذره من الخطر، ونعرف ان الخطر ده كان توارا. كان توارا عاوز ياكل اوتاسكي ولكن الرمح بينقذه في اخر لحظه. بيقولوا تاسكي للواد توارا هو انت كل شويه عاوز تاكلني؟ ما بيديهاش بقى، طب تعالى. ولسه الواد اوتاسكي بيواجهه بالرمح بنلاقي توارا بيجاز مخالبه وبيضربها على وشه فبتعمل له ندبه. ولسه توارا برضه هيخلص على الواد اوتاسكي ولكن الرمح بيقف قصاده. اخشى مكانك ليه؟ اخشى مكانك يا توارا ليه؟ اخشى مكانك ليه؟ فبيخاف توارا وبيرجع وبيهرب. وبعدها الصبح في مطار اليابان بنلاقي اللي اسمه هو جه، ولكن الشنطة بتاعته كانت مليانة سكاكين وحاجات حادة كتير. فبيمنعه راجل الأمن إنه يدخل، ولكن هو بينيمه مغناطيسي ويخليه يدخل اليابان. وبعديها بنلاقي هو في الحمام وبنلاقيه بيبص على مية فيها ورقة، والورقة دي كانت مكتوب عليها إنه يروح الغرب ويطلب مساعدة من طفل. وبنرجع للواد وتاسكو بنلاقيه بيبص في المراية وبيقول إن الندبة دي هتختفي بسبب قوة الرمح ولكن هتقعد وقت طويل. وبنعرف إن طارق كان بيتجسس عليه وبيقول لنفسه إن هو عرف نقطة ضعف الواد ده وهو إن هو ضعيف قبل ما بيتحول. وعلى الناحية التانية بنلاقي هو كان ماشي ونلاحظ إن في بعض المجرمين كان بيدور شخص وبنته. بنلاقي إن البنت دي كانت بتصل عشان تطلب النجدة، فبيسمعها مين؟ أيوة عليك نور يا صاحبي، بيسمعها هو اللي كان ماشي جنبهم. فبيضرب المجرم ده بسهم ويخلص عليه. المجرم التاني ده بيترعب حاول إنه يصرخ بصوت عالي عشان يطلب النجدة. فبنلاقي ولاده تاسكي كان ماشي ويسمع الصوت بتاعه، فلسه الواد هو بيضرب الضربة الأخيرة عشان يخلص على المجرم. بنلاقي إن الواد وتاسكي ظهر وسط الضربة وبيشوفوا ظل الوحش اللي اسمه توارا على ظهر الواد اوتاسكي. فبيقول هو بكل غضب إني بذلك الشيء على ظهرك اللي هو توارا يعني. وفي نفس الوقت بيطلع هو سهوم عشان يخلص على اوتاسكي ولكن اوتاسكي بيتفاداهم. ولكن في آخر لحظة بيضرب الواد هو اوتاسكي وبيثبته ويوقعه على الأرض. فبيقول له اوتاسكي أنا مش عارف أنت بتتكلم على إيه وعاوز من الوحش ده إيه. وبيقول له تاسكي برضه ولو انا عارف برضه مش هقول بعد ما انت هزقتني بالشكل ده. فبيقول هو خلاص يا باشا هقعد اعذبك حتى لغايه لما تعرفني موضوع الوحش ده. ولكن بيتدخل رمح الوحوش علشان يساعد الواد وتاسكي. فبيستعجب الواد هو من اللي شافه عشان هو شاف رمح الوحوش بيساعد إنسان. وبعديها بعد ما بيهدوا يقعدوا مع بعض وبيحكوا هو عن رمح الوحوش. بيقول إنه معلمه كان بيقول إن رمح الوحوش ده كان بيصاد باليوكاي أو الوحوش وطلع قبل 500 سنة ولكن للأسف ضاع. فبيقولوا تاسك إن هو شافه في بيته وخده. فبيقول له هو أنت بتعرف تستخدمه؟ فبيقول له أيوه بس روحي بيرشدني وبيمشي أمر عادي بشكل طبيعي. فبيتكلم هو نفسه وبيقول إن ده كان معنى اطلب المساعدة من الطفل. وبيتأسف الواد هو اللي هو تاسكي فبيقول له سامحني. فبيسامحه الواد وتاسكي. فبيعرف هو وتاسكي بيقول إن هو ده مش اسمه الأصلي ده اسمه المستعار. وبنعرف برضه إن هو ده كان بيطارد يوكاي من 15 سنة. وبنرجع للزمن فعلا قبل 15 سنة وبنلاقي إن كان هو رايح مشوار وكانت بنته كانت عاوزاه يجي بدري عشان تلبس اللبس اللي كانت جابها لها أبوه. وقبل ما يمشي هو من البيت بيقول هو لمراته إن في وحوش كتيرة ظهرت في المكان ده فخدوا بالكم من نفسكم. وبنعرف إن اسم مراته كانت اسمها هاي هونج وبنته كان اسمها لي شان. وبعدها بالليل بينادي هو على هاي اللي هي مراته ولكن مش بترد. فبيدخل البيت عشان يتأكد فيه إيه وعلشان يطمن. يطلع وحش من الظلام ويعوره في مخالبه ويعمل له ندبة ويهرب بسرعة. وبعديها بيغمى على هو. وبعد ما بيفوق من الغيبوبة بيلاقي دم كتير طالع من البيت بتاعه وبيدرك إن عيلته ماتت بسبب الوحوش. وبنرجع للحاضر يقول هو إن هو نسي الماضي بتاعه وقعد يتدرب كتير عشان في يوم من الأيام هيقتل الوحش ده. فبيصعب على وتاسكي ويقول في نفسه برضه إننا كده كده سبب إن هو جه اليابان. ولكن توارا بيقول عليه إن هو اللي قتل عيلته مع إن توارا كان مختوم من 500 سنة. مش معقول إن توارا هو السبب اللي قتل عيلته، فأنا لازم أقول له عيلتك. ولكن بيجي خطة جهنمية شيطانية للواد وتاسكي عشان يتخلص من توارا واللي كان بيعمله فيه، وهي إن يخلي توارا هو الوحش اللي قتل عيلة هو ويخلي هو يخلص عليه. وبعدها بيروح تاسكي للبيت وبيلاقي إن هو كان قاعد مستني توارا في الحديقة. وفعلا بنلاقي توارا بيظهر تبدأ معركة بينهم ما بين توارا وهو. وبنلاقي هو بيقول إنك شبه الوحش كوبي بيست اللي كان في الصورة. فبيرد عليه توارا يقول مش عارف انت بتقول ايه بس انا ههزمك في المعركة ديت.
وعلى الناحية التانية بنلاقي وتاسكي ضميره بيأنبه بسبب اللي عمله في طوارة. ليه بس ضميرك بيأنبك يا وتاسكي ليه يعني؟ الراجل بقاله كام حلقة عاوز ياكلك يعني الصراحة. ضميره ملوش حق ان هو يأنبه صراحة في الحتة دي. المهم نرجع لطوارة وبنلاقي ان المعركة قعدت لحد لغاية بالليل، من صبح لغاية بالليل، وهما لسه بيواجهوا بعض وبيضربوا بعض. نرجع تاني لوتاسكي، هو رايح المدرسة وبنلاقي صاحبته ناكامورا والبنت يونوي قاعدين مع بعض، ولاحظوا وتاسكي عليه الندبة. ولسه ناكامورا هتسأله، بيلاقي وتاسكي لما شكله عبيط زيه، هو أصلا عبيط، عشان يغير الموضوع. وبعدها بيمشي وبيسيبه، روح تاني لطوارا وهما لسه بيتعاركوا. معركتهم لسه شغالة. يا نهار أبيض يا جماعة، معركتهم لسه شغالة. معركة لوفي وكايدو، يعني كاتب القصة قال إن هي قعدت 8 ساعات. ما بالك إن معركة قعدت يوم وحاجة. أنا يا جماعة اللي كاتب الأنمي ده يا نهار أسود. مش عارف. المهم بنلاقي إن هو مثبت طوارة في المعركة، ولكن طوارة بيقدر يتحرر منه وبيطير وبيختفي. وبنلاقي إن هو قدر يشوفه بعينه الزرقاء ويوقعه. وبنروح للفصل اللي كان فيه تاسكي، وبنلاقي إن هو كان قاعد مستني دوره عشان الأستاذ كان بيوزع عليه الامتحانات. فبنلاقي المدرس كان بينادى على وتاسكي كل مرة، ولكن وتاسكي ما كانش بيسمعه، علشان كان بيفكر في موضوع الواد طوارة. ولكن اول لما عرف ان الاستاذ وتاسكي بيطنشه، قام رازع له هيت شوت بالكراس على دماغه. اما ايه طالع اقسم بالله عشان يعرف يركز مع استاذ تاني. فبعديها بتشوف ناكامورا بتشك في اللي بيحصل في الواد وتاسكي، عشان كل شويه بتشوفه بتشتت. نروح لمعركه تانية ما بين طوارة والواد هو اللي مش بتخلص خالص دي. يعني كل الطرفين طوارة وهو منهكين من اللي حصل في المعركة، ولكن على مين؟ كل واحد عاوز يهزم التاني. فبيقوموا من تاني، وكل واحد بيجهز قوته. طوارة بيجهز صاعقة الكهربائية العملاقة، وهو بيجهز أوراقه السحرية اللي هي تقنية كين. وبنشوف تصادم مذهل ما بين قوتهم الاتنين، قوة الكهرباء وقوة كين بتاعت هو. تصادم مذهل أقسم بالله. وبنروح لتاسكي بعد ما مشي من المدرسة وخلاص هروح عشان يروح البيت، ولكن بتيجي من وراه ناكامورا. فبيقول له تاسكي هو انت ليه كل شوية تمشي ورايا؟ فبتقول له الأسباب كده ملكش دعوة بيها. فبتيجي بنت ناكامورا تضربه بالشنطة وتقول له اضربني. اضربني؟ لا صاحبي مش بدماغك يا صاحبي، هتفهم بعدين. وتقول له لو في حاجة خبيها جواك اضربني وطلعها. لا يا جماعه كده انا زهقت يا جماعه، لا لا ما ينفعش اكمل كده. مش هتقول اضربني مش اضربني، فهي كده انت كده كده عارف ايه اللي هيحصل. الخلاصه ان هي بتحاول تشجعه تطلع اللي جواه، تمام؟ مش عايزه ايه اقدر اكتر من كده عشان الفيديو ما يتحذفش. انا صاحبي خليك معايا كده ايه روش لغايه الاخر. وفي الاخر بيسمع الواد وتاسكي كلام البت ناكامورا، وبيروح عشان ينقذ طوارة. وفعلا بيروح تاسكي عشان ينقذ طوارة، وبنلاقي هو بيقول له طوارة يا عم موت بقى، بص ايديك بقى يا عم، انا بقالي يومين بخلص فيك وانت بتموتش ليه؟ عامل شفرة الموت ولا ايه؟ ولكن بيتدخل الواد وتاسكي على هو، وبيقول له ان ده مش الوحش اللي قتل عيلتك، هو كان محبوس بسبب الروح لمدة 500 سنة. فبيتصدم الواد هو من اللي قاله تاسكي، ولسه تاسكي بيكمل كلامه قام لقى بوكس في وشه من حيث لا يدريه، داخله في وشه. بص مدربكات الصراحة، عين عليك يا واد وتاسكي. الواد ده خد كمية ضرب في الحلقة ديت من طوارة وهو ونكا. بص بتمرمط في الحلقة دي الصراحة. المهم يوم تاسكي بعد ما انضرب، وبيقول أكبر دليل إن طوارة هو اللي مش قتل عيلتك إن طوارة مخالبه مكونة من 4، لكن خايب الوحش اللي عورك كان 3. فبيقول طوارة للواد تاسكي إيه اللي خلاك تساعدني؟ يا عم أنا مش عاوز مساعدة من حد يا عم، وربنا محرجني ليك يا رب. فبيقول له تاسكي أنا كده كده أصلا مش عاوز أساعدك، أنا عاوز اريح ضمير عشان هو كان هيقتلك وانت كان مالكش سبب في اللي انت قتلت عيله. تسكي للواد هو ويقول له انا عارف اللي جواك ده غضب وحقد، فحاول تخرجه بضربي. انت فاكر نفسك قالها وتسكي قال البت ناكامورا؟ لا ما انت مش بنت ناكامورا. فالراجل يا عيني ما بيصدق ان هو يضربه، وبيضرب بشمال ويمين لطخ على بنيات على شلاليت. وبعدها بيقول يلا انت بتلفني كده يلا اضحك عليا يلا كونج لحضارات اليابان يلا، عشان في الاخر اجي على الفاضي. بجد بجد والله العظيم هو بيغضب هو اكتر واكتر، علشان هو اللي هو قدر يهزم طوارة، هو اللي هو قدر يجيب الوحش اللي بقاله 15 سنة بيدور عليه. فهو بيقول له عليا وعلى أعدائي أهزمه وهخلص من طوارة عشان أطلع بنتيجة من اليابان بالتلميذ دي. فخلاص بيطلع الورق اللي فيها التعويذة عشان يقتله، ولكن تاسكي بيتدخل وبيحمي طوارة. فبيقول له طوارة انت ليه بتنقذني؟ فبيقول له عشان انت انقذتني من وقف كتير، وانت عارف بقى صاحبي بقى الواقف بتاعته بقى بتاعت الواد طوارة. فبتطلع التعويذة من ورا وبتسيب الواد وتاسكي واللي هي النار، وهو بيتصاب بالتعويذة. بيقول له تاسكي للواد هو إن لما تقتل شخص غير الشخص اللي انت عاوز تقتله ده مش انتقام، ده قتل عمد. وبنلاقي الواد وتاسكي بيطلع من النار وبيديله بنية ويوقع الواد هو على الأرض. أخيرا 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 هزم. يا نهار أسود، أخيرا هزم الواد هو، أخيرا اتهزم. وأخيرا الواد هو ضرب بنية في الحلقة ديت. المهم وبنلاقي بيختش على دمه وبيستسلم للأمر الواقع. وبعد ما بيستسلم ويلبس طاقية عشان يمشي، ولكن قبل ما بيمشي بيقول لوتاسكي إن حياتك كده صعبة وفي خطر، عشان أنت معاك رمح اللي فيه الوحوش ومعاك طوارة اللي عاوز ياكلك. فبيقول له وتاسكي سيبها على الله يا عم، كلها بأرزاق على الله إن شاء الله. ويقول له برضو إن أنا عاوز أهزم الواد طوارة، مش عاوز أي حد يهزمه. فهمت يا هو؟
وبرضه تاسكي بيقول للواد هو تاني: هو انت خلاص كده هتمشي مش هترجع تاني؟ فبيقول له هو: لا، انا خليني في اليابان ادور على الوحوش اللي اتجذبت بسبب رمح الوحوش، وبالمره ادور على الوحش اللي انا قعدت ادور عليه حوالي 15 سنه. فبيساله تاسكي على الرمح بتاع الوحوش عشان انتوا عارفين ان هو عارف كتير عن الرمح. فبيرد عليه وهو يقول له ان انت هتعرف لما تتعود عليه قريب. وبعدها الصبح بنروح لبيت الناكامورا وبنلاقي ان الواد وتاسكا بعت لها بطيخ يعني شكر يعني للي هي عملته معاه. انا مش عارف ايه الشكر لما حد تقول لك اضربني ويجيب لها بطيخه ب 50 30 جنيه دلوقتي، مش عارف يعني علاقه قذره. وبعديها بالله الواد اوتاسكي نام من شده الالم وهو متصاب في كل جسمه. فبيجي توارا اللي ما عندوش دم وعاوز ياكله لكن مفيش على دمه هو كمان، وبيسيب المره دي علشان هو انقذه وبيقول انه عاوز يجرب البرجر بتاعت البت ينون. وبكده يكون خلصنا الجزء الاول من قصه اوتاسكي، وان شاء الله استنونا في باقي الاجزاء اللي هتكون فيها اكشن وحماس واثاره. وما تنساش يا صاحبي تفعل الاشتراك بتاعك العسل وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتحط زر اللايك الجميل بتاعك وتكتب كومنتك الامر ولنا رايك في القناه وتحب ايه الانميات اللي احنا نلخصها. وبس كده، وصلي على النبي واذكر ربنا. اشوفك بخير يا صاحبي.